اللي دار قبل ما كان خصو يديرها، يسكسكوزي. قصة سخط الجمهور على لاعب المنتخب المغربي حركاس في دقيقة، لكن بعد الانترو. السلام عليكم. بدأت قصة خلاف الجمهور الوجدي المغربي مع اللاعب جمال حركاس بسبب تصرف غير لائق من اللاعب. قبل أن أبدأ بسبب المشكلة، دعني أضعك في سياق القصة. فاللاعب جمال حركاس هو ابن مدينة وجدة، وقد انضم مبكرا إلى فريق مدينته في مسقط رأسه. وفي عام 2015 ظهر لأول مرة كمحترف مع مولودية وجدة، لينتقل خلال موسم 2017-2018 إلى قسم البطولة المحترفة مولودية وجدة. وبعدها انضم جمال حركاس إلى الرجاء الرياضي بتوقيع عقد لمدة 4 مواسم، ولعب مع الرجاء 3 مواسم. وفي مباراة بين مولودية وجدة وفريقه الرجاء، تمكن من تسجيل هدف على فريقه الأم، وبغرابة احتفل بشكل جنوني، بل قرر تقبيل قميص نادي الرجاء. وهنا بدأت القصة، وبدأ كره الجمهور الوجدي يطفو إلى السطح، حيث تحاول معاقبته على هذا السلوك، وانتهزت فرصة تواجده مع المنتخب المغربي لتطلق عليه صافرات الاستهجان والغضب بالملعب الشرفي بوجدة. ولأن جمال حركاس يتميز بحسن الأخلاق، فقد اعتذر للجمهور من قلبه ومنحهم قميصه الغالي مع المنتخب المغربي. وفعلا تم تجاوز مشكلة الجمهور مع حركاس جمال. شكرا على المشاهدة.